بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قصة حقيقية من الواقع. كانوا 3 أخوات حينما توفى والدهم التاجر المشهور في القاهرة، شابين كبار وأخوهم صغير صبي. اجتمعوا ال3 بعد انتهاء فترة الحداد، وكان معاهم أبونا كاهن الكنيسة اللي كان بيرفع قلبه بالصلاة من أجلهم أن تدوم محبتهم نحو بعض. خرجوا بقرار عادل يكفل لكل واحد منهم نصيبه من الميراث مبلغ 70,000 جنيه، على أن توزع عليهم بعد عدة سنوات لضمان استثمارها في مشروع معين. اقترح الأخين الكبار إن هم يعملوا عقد مصالحة يوقعوا عليه هم ال3 ومعاهم أبونا الكاهن كشاهد على العقد، لكن الأخ الأصغر رفض فكرة العقد والتوقيع وقال لهم إن إحنا إخوات ومفيش بينا عقود ولا أوراق، مفيش بينا إلا المحبة، وكلمة اللسان هي خير ضمان بينا. وحضر الاتفاق ده الأب الكاهن وكان شاهد عليه، وانفض المجلس بين فرح الجميع. ولكن عدو كل خير لعب في عقل الأخين الكبار ولمع بريق الأموال في عينيهم، وبعد فترة من السنين عملوا عملية تزوير كبيرة ضد أخوهم الصغير اللي اتخرج من الجامعة واحتاج إن هو يبدأ حياته. ففوجئ بإخواته بيقولوا له مالكش عندنا حقوق. قال لهم إزاي؟ قالوا له مالكش حاجة عندنا. قال لهم بس ده مش حق، ده ظلم. قالوا له اللي عندك اعمله، وأعلى ما في خيلك اركبه، واضرب راسك في الحيط، ده نهاية الأمر ومالكش عندنا حاجة. راح الولد بسرعة لأبونا الكاهن وهو في غاية الاضطراب، فأبونا طبطب على كتفه وهداه وخده معاه عشان يقعدوا مع اخواته ويحلوا المشكلة دي. وكانت هناك معركة رهيبة وقف أمامها الشاب الصغير باكيا، ليس على نصيبه من الميراث ولكن على المحبة التي فقدت والعداوة التي ولدتها الأموال. كان جالس في ذهول يستمع إلى الحديث الغاضب والصوت العالي والكلمات القاسية، وكان قلبه يبكي ودموعه تجري بغزارة تبلل وجهه وتمسح صدره الغض بحب المسيح الذي رآه وسط هذه الدموع معلقا على صليبه. وهنا انتفض الشاب واقفا صارخا ليقطع صوت معركة الإخوة بكلمات صارمة وملؤها الحب. كفاية كفاية يا اخواتي، المسيح اشترانا بدمه وصليبه، هو كنزنا. أنا متنازل عن حقي ليكم، خليني يا أبونا أشترك في صليب المسيح ولا أرضي ذاتي وحدي، المحبة غالية. أبونا رد عليه وقال له إزاي يا ابني، ده حقك ولازم تاخده، أنا شاهد على جلستكم واتفاقكم. الشاب قال له ماليش حقوق يا أبونا، أنا متنازل عنها لإخواتي علشان المحبة، وصليب المسيح يلح عليا هو أمام ناظري، حقي هشتري بيه السماء كما اشتراني المسيح بدم صليبه، نعم هشتري بيه السماء. قال الكلام ده واتجه نحو إخواته وعانقهم ودموعه غزيرة وكلماته تمتمها خافتة، سامحوني يا إخواتي سامحوني. عانقهما مقبلا ثم انسحب مغادرا في هدوء. وصباح يوم الأحد التالي دخل الشاب الكنيسة باكرا وقبل يد الأب الكاهن طالبا الحل للتناول، ثم همس في أذنيه. أمنا العذراء جات لي في حلم الليلة وقالت لي انت قلت كلمة سجلتها لك السما، انت طلبت انك تشتري السما بنصيبك في ميراث ابوك، والسما اجابت لطلبك ولن ترد كلمتك. ابني قبل انك تشترك في صليبه وتشتري نصيبك السماوي بما حملت من صليبا معه. اذهب باكرا غدا الى الكنيسة وتناول من الاسرار المقدسة، وبعدها هتكون السما مستعدة لاستقبالك حتى تاخد حقك في الميراث الابدي، حيث لا ينقب سارق ولا يبلي سوس. أحبائي، لقد عاد الشاب من الكنيسة ورقد على فراشه، وحينما فتح عينيه لم يفتحهما على عالمنا الفاني، بل فتحهما على عالم المجد إلى السماء التي وعد بها واشتراها بثمن المحبة. وحينما وقف أبونا الكاهن يصلي صلوات التجنيز بإحدى كنائس شبرا في بداية سبعينيات القرن الماضي، كان يمسك دموعه بجهد شديد وهو يقول لنا اقرأوا معي هذا الإنجيل المعاش، هذا هو الشاب الذي حمل صليبه واشترى السماء بمال الظلم. الكتاب المقدس بيعلمنا أن الظالمين لا يرثون ملكوت السماوات، وقال لنا انظروا وتحفظوا من الطمع، ومحبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. إذا عجبتكم القصة ياريت تعملوا لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل القصص الجديدة، وخليكم دايما مع أولاد الملك. سلام، ربنا يكون معاكم. نصيبي
هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي. من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا، فهو كفايتي وكنزي بل يزيد. من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا، فهو كفايتي وكنزي بل يزيد.